بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة على قناتكم تعلم سوفت وير. الحلقة دي تعتبر حلقة خاصة كده، هنتكلم فيها عن الأداة العملاقة اللي هي انلوج تول. احنا هنشرح الأداة بالتفصيل. الأداة دي تعتبر من أقوى الأدوات على الساحة، وحبيت يعني مثلا ممكن نقول في 90% من البراندات موجودة عليها يعني. طيب دلوقتي احنا أول خطوة لازم يكون عندنا حساب على الأداة. فلو انت عندك حساب على الأداة هتسجل على طول، لو ما عندكش حساب على الأداة هتعمل حساب على الأداة وتفعله عن طريق السيرفر. لو مش عارف تفعله ابعت لي الحساب وانا افعل لك الحساب. هي ممكن تفعيلها 3 شهور او 6 شهور او 12 شهر. طيب بداية كده، هي عشان نشتغل في الانلوج تول لازم نعرف المعالجات اللي بتدعمها انلوج تول. غالبا هي بتدعم معظم المعالجات ما عدا الاكزينوس. احنا عارفين الاكزينوس طبعا ده معالج خاص بالشميرة يعني. صحيح في بعض الادوات ابتدت يعني تشتغل فيه، بس لا، هي الشميرة وبس. انا بعتقد ان الشميرة وبس هي القادرة على المعالج ده. طيب دلوقتي احنا لما هنفتح الانلوج تول كده هيبدأ يطلب مننا ان احنا نسجل في الأداة. طبعا لازم اكون محمل اخر اصدار. لو حملت اصدار اقل او اللي قبليه اقدم هيطلب مني اني احمل اخر اصدار، مش هتفتح معايا الاصدار القديم. فلازم احمل اخر اصدار يكون موجود للأداة من السيرفر بتاع الأداة نفسه. طيب احنا عشان نتكلم في الأداة دي لازم هنقسم عندنا مجموعة حلقات، لان احنا الأداة كبيرة جدا، ولو قعدنا نشرح فيها شهر مش هنخلص من امكانياتها وامكانيات الشغل جواها يعني. فاحنا دلوقتي هنقسمه الشرح بتاعنا على مجموعه اجزاء. النهارده ان شاء الله نبدا في الجزء الاول. طيب اول ما الاداه بتفتح معايا هلاقي ان دي الواجهه الرئيسيه اللي هتظهر قدامي. ادي الواجهه الرئيسيه قدامنا. تعال نشوف كده الواجهه الرئيسيه بتتكون من ايه. عندي فوق بلاقي البراندز الموجوده عندي، البراندات الموجوده عندي. طبعا شاومي، سامسونج، هواوي، اوبو، فيفو، في سمارت، ميزو، تكنو، اسوس، ال جي، ابل ليها نصيب كبير، وانفينكس، طبعا موتوريلا في الاخر اهي. طب في حاجات غير دي؟ اه في حاجات غير دي بس مش موجوده عندي هنا. بتعامل مع المعالج بقى. انا عندي هنا لو انت خدت بالك كاتب لي هنا سناب دراجون. يعني لو انت عندك موديل غير دول والمعالج بتاعه سناب دراجون يبقى خلاص، يبقى انت ايه من هنا كوالكم يعني. طب لو عندك حاجه تانية ميديا تك ومش موجوده في البراندات دي يبقى هتعامل مع ميديا تك مباشر من هنا. طيب عندي معالج سبريد اهو من هنا، وهكذا يعني. فاهم قصدي؟ طب تعال نبدا كده على بركه الله نشرح اول حاجه في الواجهه. اول حاجه في الواجهه عندي هنا هي الشاومي، واخده نصيب كبير قوي من انلوج تول الشاومي. لو دوسنا على الشاومي كده هنلاقي ان الشاومي مقسومه جزئين: ماي فلاش وسكيورتي. انا بتعامل اكتر مع السكيورتي. ليه؟ لان انا بيجي لي جهاز مثلا عليه اف ار بي، جهاز عليه شاومي اكونت، هي دي مشاكلي معاه. اما التفليش فهي مش قويه قوي في التفليش، يعني ممكن نقول الدي اف تي برو اقوى منها بكتير يعني في التفليش. طب تعال كده نفتح الجزء بتاع السكيورتي نشوف كده نصفح جواه. هنا على الشمال هنلاقي الموديلات الموجوده. لو انا عايز موديل معين بكتبه فوق هنا في الجزء ده فبيظهر لي الموديل. طب هو مقسم الموديلات ازاي؟ هنلاقي في موديلات هنا قدامها حاجه بالاخضر كده مكتوب اي دي ال. اي دي ال دي معناه ان الموديل ده كوالكم. يعني شيء حتى ممكن لو فتحت كوالكم دي كده هلاقيه موجود فيها برضه. الموديل ده ما دام كوالكم يبقى هتعامل معاه بالتست بوينت او بالتوقيت تعليه وتوطيه، بس هو في الغالب كل الكوالكم او معظم الكوالكم تست بوينت. وفي حاله السامسونج في الكوالكم هنعرف ان ممكن نستخدم كابل معدل، بس احنا بنتكلم دلوقتي حاليا في الشاومي. فاي دي ال دي معناها تيست بوينت. لو انا كده نزلت لتحت شويه اتصفح بقيه الموديلات هلاقي في حاجات ظهرت بالاحمر كده مكتوب عليها بروم، يبقى المعالج بتاع الجهاز ده ميديا تك. المعالج بتاع الجهاز ده ميديا تك، وميديا تك دي ممكن اتعامل معاها عن طريق البروم اللي هو التعليه والتوطير، او عن طريق التيست بوينت لو كانت الحمايه عاليه، وهنشوف دلوقتي. طب لو جيت شويه كده ممكن الاقي موديلات تانية. ابص كل ده اي دي ال، كل ده كوالكم، كل ده كوالكم اهو.
في حاجات بقى مكتوب جنبها بالاصفر كده بروم واوس. بروم دي معناها ان هي ميديا تك، اوس دي يعني معناها ان ليها ملف بريلودر ممكن اختاره من هنا، وهوريك دلوقتي الجهاز ان شاء الله. طيب هنا ممكن برضو الاقي معالج سبريد، بس هي مش يعني في السبريد مش كتير في الشاومي. هي شاومي بتعتمد اكتر على فزي ما احنا شايفين كده يعني هي معظم المعالجات زي ما احنا شايفين اما بتبقى ام بي كي او كوالكوم تقريبا. لو جينا خدنا مثلا جهاز زي ده كده A3X، هو الجهاز ده انا كتبته لك مخصوص عشان هو ابين لك ان المعالج بتاع الجهاز ده سبريد، واخد بالك. والجهاز ده عشان نشيل له مثلا الاف ار بي او اي حاجه اهو لازم ندخله وضع الدياج. بص ده معالج سبريد SC 9863A، ده معالج سبريد، فده بيتعمل تيست بوينت الجهاز ده على فكره، يعني من الاجهزه بتعمل تيست بوينت ال A3X. طيب لو جينا شفنا مثلا جهاز تاني زي مثلا ريدمي نوت 10، بص كده ظهر لي 1 2 3 4 5 ريدمي نوت 10. لازم احدد الموديل بالظبط عشان انا بتعامل مع المعالج، ما اختارش حاجه اي دي ال بكوالكم وهي اصلا ميديا تك، ما ينفعش. طب اعرف ازاي يا باشمهندس؟ سيادتك هتاخد بس الموديل اللي على الظهر حروف وارقام وتكتبه في جوجل، وتكتب جنبيه كلمه سي بي يو تايب، هتخش كده هيقول لك المعالج بتاع الجهاز. طب وليكن قال لي ان المعالج ده كوالكم اي دي ال اهو، يبقى انا بختار ريدمي نوت 10. طب عندي هنا ريدمي نوت 10 5G وريدمي نوت 10 برو 5G. بص المعالج رغم ان الاثنين ميديا تك بس ده معالج مختلف عن ده، انت واخد بالك؟ فلازم اكون عارف الموديل بالظبط، فانا بكتب له برضو الحروف اللي على الظهر بالظبط والارقام بالظبط، فبيطلع لي الموديل. هيقول لي الموديل ده ريدمي نوت 10 برو 5G او ريدمي نوت 10 5G. لازم احدد الجهاز صح قبل ما اشتغل. طب هناخده مثال، مثلا هناخده امثله كذا مثال. اول مثال مثلا لو الجهاز طلع مثلا شاومي ريدمي نوت 10، ده كمثال لمعالج كوالكم. ايه اللي موجود قدامي هنا؟ عندي بص كام تاب، ادي 1 2 3 4 5 6 تابات. نمسك واحد واحد. اول تاب ده مكتوب عليه برو شرطه اي دي ال، يعني لو المعالج بتاعك كميديا تك يبقى هتعامل مع البرو. لو المعالج بتاعك اي دي ال وهو اصلا كاتب لك اي دي ال اهو، فانت هتختار اكيد الاي دي ال الثاني، هما الاثنين ضمنهم في حاجه واحده. طب لو تبص كده هتلاقي كله كاتب هنا كله اي دي ال اهو، اي دي ال اي دي ال اي دي ال اي دي ال، يعني لازم انت وانت بتشتغل يبقى الجهاز في وضع الاي دي ال. طب ايه وضع الاي دي ال ده؟ قلنا تيست بوينت، ده معالج كوالكم هيحتاج تيست بوينت. طب خلاص انا عايز دلوقتي اعرف عامل هارد ريسيت او فاكتوري ريسيت، ضبط مصنع للجهاز، يبقى انا لازم اعرف مكان التيست بوينت. طيب ممكن اعرف مكان التيست بوينت من البرنامج نفسه، يعني لو جيت هنا كده ده في تيست بوينت هيظهر لي هنا قوائم، هختار مثلا شاومي اهو اول قائمه، وهكتب هنا ريدمي نوت، بتقل معايا الاختيارات هي شايف كده اهي، بص ريدمي نوت 10. دور كده معايا على ريدمي او اكتبها كامله ريدمي نوت 10 اهي، صفصفت على حاجه واحده. عندي بقى ايه؟ ريدمي نوت 10 العادي وريدمي نوت 10 ايه برو. انا لو انت بصيت كده في هنا اصلا يبقى بتكلم على الموديل العادي الريدمي نوت 10 العادي. طيب هنا اخترت كده، هيبدا يحمل لي اهو، بيقول لي اهو بحمل لك الصوره بتاعت التيست بوينت. ادي مكان التيست بوينت يا عم في الحته دي بالظبط. بص بين الايه، بين الشريطين دول اهو. انت بتفتح البورده بتدور على ايه، تفتح الموبايل ظهر الموبايل وتدور على المكان. لو انت حتى ما لقيتش الموديل هنا ممكن تكتب في جوجل ريدمي نوت 10 تيست بوينت، هتلاقي جوجل طلعت لك صور تيست بوينت كلها كذا صوره. طيب ادي عرفت مكان التيست بوينت خلاص.
تمام. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اعمل ضبط مصنع للجهاز. بدوس فاكتوري ريسيت وبوصل الجهاز في وضع تيست بوينت. بشيل كابل البطاريه وبرجعه، احط الجفت كويس على النقطتين واوصل الكابل. ويا ريت الجفت ما يتحركش مني وانا بوصل الكابل عشان الجهاز يقرا معايا. طب الجهاز هيقرا فين؟ هيقرا هنا. بص دي خلاص قرا الجهاز وابتدى يشتغل. ممكن تفتح دلوقتي الديفايس مانجر عشان تشوف الجهاز. طب بص كده، تفتح الديفايس مانجر هتلاقي الجهاز موجود هنا، قاري كوالكم في الديفايس مانجر اهو. هتلاقي الجهاز قاري هنا كوالكم. طبعا مفيش جهاز متوصل، لكن هتلاقي قاري كوالكم الجهاز هنا اللي هو الحته دي كده. شايف الجمله دي؟ اتش اس يو اس بي يو دي لودر 9008 هتلاقي دي مكتوبه هنا في الحته دي كده اهو. لما تدوس تنزل تحت كده وتدوس هتلاقيها موجوده في الايه؟ في الجزء ده. وانت يا ريت وانت بتوصل تيست بوينت تكون فاتح الايه؟ دي عشان هتشوفه ظاهر هنا وهتشوفه ظاهر فوق كمان هنا. تمام. وهيبدا يشتغل معاك ويعمل هارد ايه؟ ريسيت او ضبط مصر. طب في عمليات تانية ممكن نعملها؟ اهم عمليه طبعا كلنا يعني عمليه اساسيه بالنسبه لنا اللي هي ان انا احذف الاف ار بي. يبقى برضه هدوس هنا اف ار بي اهو، اي دي ال اريز اف ار بي. يعني انا هشيل لك الاف ار بي في وضع الاي دي ال. يبقى برضه لازم اوصل تيست بوينت اهو، ويتنج. انا مستنيك توصل لي التيست بوينت بتاعك. اول ما هتوصل التيست بوينت صح هتلاقيه قارر وايه؟ وشغال معاك. جميل. طيب ايه الخطوه الثالثه اللي بعد كده؟ اي دي ال. بص بقى هنا يقول لك ريسيت او ديسيبل مي كلاود. وهنا اوتو ايه، يعني انا هوقف حساب شاومي وهوقف معاك تحديثات الاوتو ايه. يعني الجهاز مش هيعمل تحديثات بعد كده عشان ما يعملكش مشكله. لو بصت عليها كده تعالى شوف بقى في الحته دي قال ايه. خد بالك من الملحوظه اللي هو كاتبها. قال لك خد بالك ان البوتلودر بتاعك لازم يكون مفتوح. لازم يكون مفتوح. if not بليز. لو مش مفتوح البوتلودر يبقى يوز ايه؟ ريسيت اللي تحتيها اللي هوريها لك دلوقتي. disable me account button. press I understand to continue. طب خلاص انا دلوقتي مش واثق ان البوتلودر مفتوح. طب هو لو مفتوح انا هعرف منين مفتوح ولا مقفول اساسا؟ وانت بتفتح الجهاز كده هتلاقي فيه علامه قفل ظهرت من فوق موبايل. لو لقيت علامه القفل دي موجوده يبقى الجهاز ده مفتوح البوتلودر. طب لو حبيت افتح البوتلودر هل ممكن؟ شايف الخانه اللي فوق دي مكتوب ايه؟ ان لوك بوتلودر. بس قال لك ان دي مش مدعومه للجهاز ده، ممكن تكون مدعومه لاجهزه ثانيه. يعني انت لو نزلت للجهاز تاني ده كده بص مدعوم ان انا افتح البوتلودر دي، لكن الجهاز اللي بشتغل عليه حاليا ما اقدرش افتح البوتلودر دي. مفيش صلاحيه هنا على الانلوك 2 ان انت تفتح لي البوتلودر ده. فممكن افتح البوتلودر الرسمي وابقى اشرح لكم الطريقه الرسميه بتاخد اسبوع تقريبا، او افتحه على اداه تانيه زي الدي اف تي برو لو بتدعمه. طب خلاص انا مش واثق ان البوتلودر مفتوح او لا، هختار اللي بعديها. هنا مش هيطلب مني حاجه، يبقى خلينا في دي لما اجي اشيل حساب شاومي. كلام جميل. واوصل التيست بوينت برضه وانتظر النتائج بتاعتي. طيب لو مثلا هنا بيقول لي عايز اخد باك اب للاي اف اس، بلاش منها دي ما تجيش جنبها. دي بتاخد لك نسخه احتياطيه من ملفات الاي اف اس اللي هي خاصه بالشبكه. لو واخد بالك لو انت هتعمل تغيير ايمي اصلاح ايمي وخايف الملف الجهاز يقف، فانت بتاخد نسخه احتياطيه من هنا. واللي بعديها الاختيار اللي بعديها ده اللي هو ريستور، يعني برجع النسخه الاحتياطيه لو حصل اي مشكله. بس انا ما بفضلش الانلوك تول في اصلاح الايمي في اجهزه شاومي. انا بفضل الدي اف تي او البندوره. والدي اف تي اكتر هو الملك بصراحه في الحته بتاعت اصلاح الايمي بتاعت شاومي بالذات يعني. طب كل ده لو انتم شايفين تحت خانه الاي دي ال، ما جهاز كوالكم. يعني كل اللي احنا بنكلموه ده تحت خانه الايه؟ الاي دي ال، يعني وضع الكوالكم. طب وضع الفاست بوت ده بص هننتقل لحاجه ثانيه. وضع الفاست بوت كل دي حاجات تنفع في وضع الفاست بوت. طب ايه بقى وضع الفاست بوت ده؟ سيادتك بتطفي الجهاز، تاكد انه مطفي تمام، تثبت ايدك على التوطيه
وتركب الكابل. وساعات نحتاج الجهاز هنثبت ايدينا على التوطيه والباور ونوصل الكابل، هيخش وضع الفاست بوت. بعد ما دخل وضع الفاست بوت اقدر اجري عليه العمليات اللي قدامك دي. فهي دي العمليات اللي اقدر اعملها في وضع الفاست بوت. تعال نشوف كده اول عمليه. اول عمليه مكتوب قدامها ريد انفو، يعني قرايه معلومات الجهاز. جالي جهاز ومش عارف له بدايه من نهايه، ممكن اعمل ريد انفو كده واشوف هيقرا لي الجهاز في وضع الفاست بوت. هيقرا لي فلاشته، هيقرا لي اصداره، هيقرا لي اندرويد كام كده. طيب هنا تاني واحده وتالت واحده دول مش مهمين قوي، اللي هو بتوع الكاستم ريكفري. خلينا هنا في الاخيره. ممكن اقدر افتح البوت لودر، لان في عمليات بتحتاج ان انا افتح البوت لودر قبل ما اعملها، زي اني مثلا هعمل تشينج الايمي، اغير ايمي، اي حاجه تحتاج البوت لودر يكون مفتوح، لو واخد بالك. بس غالبا لما بفتح البوت لودر بتلاقي التطبيقات بتاعت البنوك ما بتشتغلش على الجهاز. تطبيقات البنوك خد بالك من الحته دي، هتلاقيها مش شغاله على الجهاز في وضع فتح البوت لودر. ممكن اشيل اف ار بي، بس ما بتنجحش كتير قوي، ما بتنجحش يعني، بجربها كتير ما بتنجحش. بتنجح اكتر في الوضع اللي هو وضع التيست بوينت. لا ساعات الجهاز كده الاقي عليه رساله صفراء مكتوب عليها الجمله دي، واخد بالك، اللي هي فيكس دي ام 30. لو لقيت الجمله دي عماله تظهر لي كل شويه وعايز اشيلها، بشيلها في وضع الفاست بوت. هدخل الجهاز فاست بوت وادوس هنا، هتتشال معايا، ادوس كده هتبدا تكر معايا، بس الجهاز يكون في وضع ليه الفاست بوت. طيب في الوضع اللي بعد كده هو وضع الريكفري. الوضع اللي بعد كده هو وضع الريكفري، وهنقول ايه اهم العمليات اللي نقدر نعملها في وضع الريكفري. طيب انا هدخل الجهاز ازاي وضع الريكفري؟ بسيطه قوي. هتطفي الجهاز خالص، هتثبت ايدك باور وتعاليه، كابل راكب او حتى من غير ما تركب الكابل. اول ما يظهر كلمه شاومي شيل ايدك من على الباور وخليك مثبت على التعليق، هيخش معاك وضع الريكفري. اهم حاجه بقى في وضع الريكفري ده، هتلاقي فيه خيار مكتوب عليه كده كونكت ويز مي اسيستنت، هو ده اهم خيار عندي، هو ده اللي هشتغل بيه. طيب انا يهمني ايه من كل الخيارات الكتير ملهاش لازمه دي؟ انا يهمني الخيارات من اول كلمه سايد لود. شايف هو وضع التحميل الجانبي ده اللي انت بتخش عليه وضع مي اسيستنت. الخيارات دي هي نفسها الخيارات دي، بس انا بشتغل في وضع السايد لود مود. طبعا وضع السايد لود مود ده يعني شغله مش كتير قوي، هو تقريبا لما يكون الاصدار على جهاز اصدار 11 اندرويد 11 في الوضع ده بيمشي معايا الحاجات دي، يعني ان اشيل اف ار بي، اني افرمت الجهاز، اني اعمل ريد انفو، اني انزل تحت شويه كده اوريك شويه حاجات. اني مثلا اشيل حساب مي اكونت. كل الحاجات دي تنفع في وضع التحميل الجانبي. كده اهو بيقول هنا في كلمة سايد لود مور، لو دوست عليها كده هلاقي في خيارات برضو نفس الكلام كل الكلام اللي احنا كنا عاملينه في خانة الاي دي ال موجود هنا في خانة الريكفري، بس ده يعني بينطبق على الأجهزة القديمة، يعني الشغل ده كده بينطبق على الأجهزة القديمة، لكن كل الحديث مش هيمشي معاه الكلام ده، هيمشي معاه وضع الاي دي ال الأساسي، عشان كده هحط لك الوضع ده في الأول خالص. طب الوضع اللي بعد كده هو وضع الفانكشن. ايه وضع الفانكشن بقى ده؟ الفانكشن دي يعني الادوات اللي انا هستخدمها والجهاز مفتوح. هكلمك بالعربي كده، يعني ايه الجهاز مفتوح؟ يعني الجهاز شغال معايا طبيعي، اقدر افعل وضع الاي دي بي، اقدر اخش على الاعدادات وافعل وضع الاي دي بي وافعل خيارات المطور. لو قدرت افعل خيارات المطور اقدر اعمل العمليات دي. ايه العمليات دي؟ اول عمليه بيقول لي مي كلاود تشيك، يعني الجهاز ده عليه حساب مي كلاود، حساب شاومي اكونت. لو عايز اعمل تشيك على الحساب بدخل الايمي او السيريال هنا بدوس اوكي. مش بستخدمها كتير، بستخدم مثلا الاي دي بي، الجهاز عليه حساب اي كلاود وعايز افرمته، وفي مشكله عندي خايف افرمته،
وما انا مش فاكر الباسورد بتاعه، لما هيفتح هيطلبه مني. فلو قدرت افعل خيارات الاي دي بي اقدر اعمل تخطي دي، تخطي من الحساب. طيب هنا برضو تخطي الحساب بس الاجهزه الاعلى شويه اللي هي في 2024، ده في وضع الاي دي بي. لو دوست عليها كده وضع الاي دي بي يعني انا مفعل خيارات المطور. طيب ايه تاني عندي مهم؟ هنا اقدر اعمل ريموف للمي كلاود اللي هو حساب الشاومي، بس ده كاتب لي جنبه روت، يعني لازم يكون الجهاز متروت، وده في معظم الاحوال ما بيكونش متروت الجهاز. هو اهم حاجه بقى كلها في دول هي دي اللي هي ديسيبل اوتو اي ابديت، ان انا اوقف التحديث. ليه بقى؟ ساعات اكون مغير ايميل الجهاز، معدل الايميل بتاع الجهاز، والجهاز هو بيعمل تحديث يوقع لي الايميل اللي انا كنت مغيره. فانا المفروض بعد ما اغير الايميل بقفل الايه؟ التحديثات، بقفل التحديثات. طيب دي تعتبر هي اهم الحاجات. هنا انستول درايفر يعني ملهاش برضه لازمه، ان انا بسطب الدرايفرات اللي عندي. لو عايز اقعد اجرب بقى اللي هي الثغرات، وانا مش هستخدم ثغرات ولا وجع قلب، انا هخش على الاي دي ال واعمل اللي كل اللي انا عايزه في وضع الاي دي ال هنا، بدل الجهاز المعالج بتاعه كواليتي. وضع الدياج طبعا انا ممكن اعمل انيبل دياج الاول. عشان افعل وضع الدياج ده لازم اعمل انيبل دياج الاول، لو كانت موجوده عندي اهي، شايفينها انيبل دياج اهي. اجي في وضع الاي دي بي يعني فعل لازم الجهاز يكون شغال، واعمل انيبل دياج كده. قال لي عندك بقى بص كام طريقه، قال لك في روت ولا مفيش روت. لو في روت هختار دي، مفيش روت هختار دي، وليكن مفيش روت. اخترت هيفعل لي الدياج. طب انا بفعل وضع الدياج ده ليه؟ عشان حته بص هنا في قائمه اسمها دياج، اقدر بقى هنا بعد ما فعلت الوضع ده ان انا اكتب ايميل الجهاز. اغير، بص هوريك الايميلات بتاعتي، اغير الايميل بتاع الجهاز. بس قلنا الاداه مش قويه. اقدر اسحب ملف كيو سي ان، اسحب الملف بتاع كيو سي ان ده الملف المشهور اللي بيوقف لي الجهاز لو حصل اي مشاكل. بقدر ارجعه تاني عن طريق رايت يو سي ان. مش هقدر اسحب الملف ده يو سي ان بتاع الشبكه ده الا في وضع الايه؟ الدياب. طيب وضع الميتا ده برضه مش ايه، بعمل منه باك اب للان في رام، دي برضه ملفات شبكه، وريستور لملفات الشبكه. والوضع ده ممكن برضه استخدم فيه تيست بوينت عادي، او التعلية والتوطية. بس الوضع ده مش نشط قوي، يعني مش هتلاقيه شغال قوي الا في بتاع ده في اداه زي دي اف تي برو. ممكن ساعات وضع الميتا ده انك توصل الجهاز بس والجهاز مطفي من غير ما تدوس على اي حاجه، يعني لو توصل الجهاز بس كده وهو مطفي من غير ما تدوس اي حاجه يشتغل معاك ويسحب معاك الباك اب. يقول لك ان لازم البطاريه تكون مشحونه على الاقل 10% يعني عشان اقدر اسحب ملف بتاع الباك اب. وطبعا هنا لو دوست ريستور يبقى انا بعمل ريستور، دوست ستوب على العمليه دي. هنا بعمل ريستور بعد ما سحبته، ودوست ريستور هيوجهني بقى للمكان اللي انا سحبته فيه. وليكن مثلا ان انا سحبته على سطح المكتب، يبقى اختاره من على سطح المكتب وادوس اوبن، وهيخش ايه يفلشه تاني. بس هو غالبا قلنا ما بنستخدمش الحاجات بتاعت الشبكه دي في الانلوك تول. في الشاومي بالذات خليك في الدي اف تي برو، امن وافضل. فكل الكلام اللي احنا اتكلمناه بقى ده، تخيل كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده كنا بنتكلم على جهاز كوالكوم اي دي ال. طب لو هنتكلم على جهاز تاني، طب تعال نشوف. قلنا جهاز معالج تاني مثلا زي مثلا اللي هو الريدمي نوت 10 بس ال 5 جي، واخترنا الجهاز ده وشوفنا الاوضاع بقى الموجوده. طبعا الجهاز ده ميديا تك اهو، اللي مكتوب جنبه بروم بالاحمر. دي العمليات اللي احنا نقدر نعملها على الجهاز الميديا تك اللي احنا اخترناه. طب تعال نشوف ايه العمليات دي. اول حاجه طبعا هنا بروم واي دي ال، هختار بروم، متفرقش اي يعني، هدوس على دي كده هيظهر لي الخيارات اللي قدامي دي. اول خيار هنا، اول خيار عندي هنا هو انلوك البوت لودر، فتح البوت لودر. هدوس عليه وتعلية وتوطية، هوصل الكابل. طب الجهاز ما جاش تعلية وتوطية يبقى الجهاز ده ليه تيست بوينت معايا. لو اصداره حديث يبقى ليه تيست بوينت. اما تعلية وتوطية، في الاغلب هيجي تعلية وتوطية معاك يعني. طيب هنا البوت لودر كان مفتوح بس انا عايز اقفله، يبقى هختار الاختيار التاني ده، قفل البوت لودر ده. طبعا لازم اوقف العملية الاولانية
وهنا هختار قفل البوت لودر. يجي لك عميل يقول لك تطبيقات البنوك مش شغاله معايا، هتبص على الجهاز وهو بيفتح هتلاقي علامه القفل ظاهره فوق مفتوحه، معنى كده انه مفتوح البوت لودر، يبقى انت محتاج تقفل البوت لودر بتاع الجهاز ده. بس ما انصحكش بالعمليه دي في الانلوج تول يعني برضه. طبعا هنا فاكتوري سيد ضبط مصنع. هنا ريز اف ار بي، هنا ريز اف ار بي اللي هو حماية جوجل، كله تعليق وتوطية. هنا مي كلاود اللي هو زي ما اتفقنا، هنا حذف حساب شاومي اكونت. لو ما جاتش معاك دي ممكن تختار اللي بعديها. بيقول لك عايز تعمل ايه هنا، عايز تقفل شاومي اكونت وعندك 3 اختيارات، ممكن تقفله وتقفل التحديثات، او تقفل التحديثات بس، او اي حاجه. طبعا هقفله واقفل التحديثات، لو انا هشتغل على الموديل ده هقفله واقفل التحديثات عشان ما يعملش مشاكل بعد التحديث. طيب عندي خيارات تاني هنا. ساعات يجيلي الجهاز كده عمال يراستر، بتحصل معايا كتير المشكله دي، بص الجهاز عمال يراستر كده، خد روم غلط، خد ملف غلط. ففي الحالة دي احنا بنحاول ان احنا نعمل اصلاح للبوت من هنا، تعليق وتوطية ونوصل الكابل. طبعا الجهاز بيفضل يرستر معانا تعليق وتوطية لحد ما يقرا معانا بشيل ايدي على التعليق والتوطية. وفي طبعا هنا طريقة البروم اللي هي بصلح بيها الايمي، هيظهر لي الاتنين ايمي، هختار تعليق وتوطية برضو بعد ما اكتب الاتنين ايمي وادوس على رايت. ولو الجهاز عليه ام دي ام ادوس على اختار برضو دي معايا ريموف ام دي ام، وطبعا بعلم كده وبعلم كده عشان يظهر لي الايمي هنا. هنا قال لي ايه بقى، قال لك الام تي كي انا هصلح الايمي التاني بس، عشان كده مش مخليك تعمل اي حاجه في الايمي الاولاني. يعني بيقول لي بالنسبه لاجهزه الشاومي الام تي كي انا اقدر اصلح لك الايمي التاني بس، اقدر اعدل لك الايمي التاني بس، لكن الايمي الاولاني مش قادر اعدله، هسيبه لك زي ما هو. فده ما يجيش جنبه، يبقى احنا كده هنغير الايه، هنغير الايمي ده بس كده التاني بس، وندوس رايت طبعا يبدا تعليق وتوطية ونوصل. طب ايه التركية بقى اللي هنا في الشغل بتاع الام تي كي؟ معظم الاجهزه الجديده بتاعت الام تي كي 113 سي، 114 سي، 15 سي، الحاجات العاليه اللي لسه نازله السوق دي، لما تيجي تعمل لها اي عمليه من دول تلاقي الجهاز بيفتح معاك. يعني دوست عليه وتوطيه وتوصل الكابل تبص تلاقي الجهاز بيفتح معاك ما بيكملش. في الحاله دي بقى انت بتعمل ايه بقى، بتيجي كده وليكن مثلا هديك مثال. يعني انا هختار هنا اهو، هختار مثلا ال 14 سي، ال 14 سي، اخترت ال 14 سي. هتلاقي هنا بقى ايه بقى، قال لك في هنا ريلودر كاستم دا، يعني في ملفات مخصصه للجهاز ده. يبقى الجهاز ده انت ما ينفعش تختار عشوائي من هنا كده، ما ينفعش تدوس اريز اف ار بي وتيجي دايس عليه وتوطيه وموصل الكابل. هو اختار لك الكاستم ده اللي هو ده. هل معنى كده ان الجهاز لو ما بوتش معايا على الاصدار بتاع ده، الكاستم دي ايه ده، لو ما بوتش معايا على الاصدار ده اقف؟ لا بقى ركز معايا شويه، هاجي نازل كده بالسهل واشوف بقى. بص عندك كام 14 سي، 14 سي اندرويد 13، و14 سي اندرويد 14، و14 سي اندرويد 15. طب انا مش عارف الجهاز اللي معايا ايه، خلاص ابدا ب 13 وادوس مثلا حذف اف ار بي، تعليق وتوطية بوصل الكابل الجهاز فتح معايا، يبقى مش هو ده. يبقى هاجي هنا ممكن يكون اندرويد 14 ما نفعش، ممكن يكون اندرويد 15. طب ما نفعش اندرويد 15 ده في منه اصدارات عندي تحت اهو، اندرويد 15 تاني. طب ما انا مش جاي مع حاجه، مش جاي حاجه من دول. طب ما انا عندي 14 سي اجرب الاخيره دي. انتوا معايا يا جماعه؟ يعني انا عندي هنا 1 2 3 4 5 واحد في دول هيجي، ملف من دول هيجي معاك.
طب جالي مثلا اي 3 او اي 3 ده من الاجهزه المشهوره قوي برضه اللي بتبوت بصعوبه. هتلاقي عندك بص كام اي 3. خد بالك بقى في فرق بين اي 3 برو واي 3 العادي. عندك هنا اي 3 العادي اهو، وعندك هنا اي 3 بلو ده برضه هو العادي هو. انت واخد بالك؟ بتجرب دي دايما، دي كده بتيجي معاك، بتبوت معاك دي على طول مع الاف ار بي او مع ضبط المصنع او مع اي حاجه. معنى كده ان في اجهزه انا بختارها هنا بتحتاج مني ان انا اختار لها الملف بتاعها باللودر بتاعها او الكاستم ده دي. آه طيب الباقي طبعا خلاص زيه، يعني باقي الفاست بوت والريكفري والفانكشن زيهم زي نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه في اجهزه الاي دي ال. طب لو جهاز سبريد، جهاز سبريد مثلا زي اشهر جهاز اللي هو الاي 3 اكس، شاومي اي 3 اكس، هتلاقي مكتوب عندك اس بي دي هنا اهو. اهو الجهاز ده عشان انا اشتغله، خد بالك بص ما لقيتش كل بقى القوائم بقى اللي كانت موجوده. ففي السبريد هتلاقيها محدوده معاك. السبريد عامل لك إيه؟ ضبط مصنع لو عايز، عامل لك اريس اف ار بي لو محتاج. هم دول الحاجتين اللي احنا بنستخدمهم، ما فيش غيرهم اساسا. حتى كل التوجه مالهاش اي لازمه، يعني كل مش، يا اما يجي لك جهاز عليه حساب جوجل، يا اما يجي لك الجهاز عليه عايز تعمله ضبط مصنع عليه رمز ومش هتعرف، مش عارف تفرمطه. طيب الحل خلاص بقى، الحل هنا غالبا في السبريد استخدم التست بوينت، ما لهاش علاج. يعني انت هتعمل كده وهتختار التست بوينت. طب التست بوينت هجيبه منين؟ تعالى هنا زي ما قلت لك في خانه التست بوينت اهو، وتعالى هنا في القوائم اختار شاومي، هو مختار شاومي اوتوماتيك اهو. طبعا احنا كل حلقتنا النهارده على شاومي. هتيجي هنا وهتكتب A3X، ظهر اهو A3X. شويه وهتلاقيه محمل لك التست بوينت بتاعك اهو. ادي يا سيدي التست بوينت. لو الخانه مش واضحه قوي ممكن تنزل بالصوره شويه. مش عارف، عايز اوضح لك الصوره اهي. اهي كده الصوره وضحت. بتاخد النقطه دي مع الصاجه. لا في بص في مكان هنا مع النقطه دي، معلش بعيده شويه، ممكن تعمل لها بريدج او يعني مش باينه قوي، النظر ضعيف معلش يا جماعه. بس احنا ممكن نكبره كده نشوفه اكتر، نصغرها كده. يعني هي في نقطه هنا تقريبا تحت، بس في نقطه اهي هتوصل النقطه دي بالنقطه دي. وممكن لو مش واضحه قدامك تجيبها برضو من عن طريق جوجل. اكتب في جوجل تيست بوينت فور اي 3 اكس، فور ريدمي اي 3 اكس، او لجهاز ريدمي اي 3 اكس هتظهر لك. تمام. طيب دلوقتي نرجع تاني هنا. خلاص قلنا دول حاجتين. طب لو افرض الجهاز عليه شاومي اكونت، لا خلاص يبقى سيرفر بقى، مش هيجي معاه اي حاجه، مش هيجي معاه تيست بوينت ولا غير تيست بوينت، يبقى هيتعامل عن طريق السيرفر. طيب هي برضو كل دي كل دي برضو حاجات قلناها قبل كده. نوقف العمليه. كل دي حاجات قلناها قبل كده، سواء الفاست بوت او الريكفري او الفانكشن، قلنا في عمليات محدده بنشتغل بيها مش اكتر. طب نيجي بعد كده للقسم التاني. هنا برضو ما زلنا في شاومي، آه اللي هو مي فلاش. مي فلاش زي ما انت شايف كده انا بستخدمه في التفليش اجهزه الشاومي الميديا تك. خد بالك من الحته دي، انت بتفلش اجهزه شاومي ميديا تك. يعني تيجي هنا مثلا بتختار الموديل، وليكن هنختار مثلا شاومي مثلا. دي الموديل يكون عالي شويه. بص هنا عندك مثلا ريدمي 8 مثلا او ريدمي 9 سي. ريدمي 9 سي هنفلش الجهاز ده. طبعا بتكون محضر الفلاشة بتاعته. هو انت مجرد ما كتبته هو قال لك الفلاشة بتاعته اهي. يعني انت مجرد ما اخترت الجهاز قال لك دي هتبقى فلاشته. طب هل دي فلاشة موجودة عندك؟ لا مش موجودة عندي. ما هي لو موجودة عندي كنت اخترتها من هنا.
وخد بالك انا ممكن افلش برضه كوالكم عادي يعني، جهاز تقريبا كوالكم مش مش ميديا تك يعني. في عندي هنا، لو انت خدت بالك لو انت الفلاشه موجوده معاك اساسا، خلاص ده دوس على الملف ده ونزلها من على الجهاز. لو الفلاشه مش موجوده معاك هتدوس على كلمه داونلود، هيبدا يحمل معاك الفلاشه. بعد ما يحمل الفلاشه بتدوس على كلمه فلاشه. طب الفلاشه معايا خلاص، مش محتاج، يبقى انت هتخش هنا كده. طب الجهاز ده مثلا انت عايز تعرف اول هو ميديا تك ولا كوالكم مثلا، يبقى تعالى تاني لخانة شاومي فوق هنا، اكتب ريدمي 9 سي. بص كده اهو، تعالى كده اكتب كده 9 سي بس، 9 سي كل حاجه هتظهر. او 9 سي قال لك ايه يا باشا، روم برو، يبقى الجهاز ده ميديا تك. جميل، ارجع تاني للتفليش، نرجع تاني للتفليش من الفلاش. هتلاقي هنا بص مكتوب اي دي ال. اه اي دي ال دي لو هنفلش جهاز كوالكم عن طريق تيست بوينت، او ممكن افلش عن طريق الفاست بوت. بس عشان افلش عن طريق الفاست بوت ده لازم اكون انا محمل الفلاش اساسا، ولازم يكون البوت لودر مفتوح. خد بالك من الحته دي، عشان تفلش لازم يكون البوت لودر بتاعك مفتوح. طيب لو انت هنفلش المي 9 سي اللي قدامنا ده، خلاص ده مجرد ما هتنزل الفلاشه هنا هتنزل خلاص، هاجي دايس على كلمه فلاش، ما اختارش بقى اي حاجه تاني من هنا. وبس كده يعني. ده معظم الحاجات اللي احنا قلنا عليها مهمه بالنسبه لنا. طبعا ايه اهم حاجه السكيورتي عندي، انا بيجيلي اجهزه كتير اما عليها شاومي اكونت او عليها حساب اف ار بي. معلش انا زهقتكم في الفيديو ده شويه، بس يعني حبيت نشرح اول تاب اللي هو الشاومي ده يعني، على قد ما نقدر نوضحه يعني، عشان الشاومي من الاجهزه المهمه يعني، ويجي لنا كتير واعطالها كتير معانا في السوفت وير. لو هتشتغل تفليش شاومي انصحك ما تفلش على انلوكتور، فلش دايما على الدي اف تي برو. لو هتعمل اي حاجه لشاومي تعمل تكتب ايمي، تغير ايمي، فاهم، تاخد باك اب لملفات، تسحب ملفات، ترجع ملفات، خليك دايما في دي اف تي برو. لكن لو هتشتغل انك تشيل حساب شاومي اكونت او انك تشيل اف ار بي، انت ممكن تشتغل من دكتور كويس يعني، مش محتاج يبقى عندك الدي اف تي برو. هي الدي اف تي برو بتصلح اكتر في التفتيش، وفي التشنج بتاع الايمي او تغيير الايمي بتبقى احسن بكتير. ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم بقى عن تاب سامسونج. ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم على التاب التاني هنا اللي هو سامسونج، نتكلم بقى عن سامسونج بكل تفاصيلها. وشكرا ليك.